بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر الله عز وجل، فالله عز وجل هو المنعم الذي قال ووعده الحق ولئن شكرتم لأزيدنكم. في الحديث القدسي الجليل: أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي. فالشكر يديم النعم، نسأل الله دوام النعم وتمامها. تفعيل الصلح، مراد إذن هو كيف نحقق هذه الفاعلية. أعالج هذا الموضوع من خلال مقدمة و5 نقاط وخاتمة، ثم يكون المجال للحوار والنقاش. المقدمة فيها جملة من الرسائل. الرسالة الأولى في المقدمة مفادها أن الواقع المعاصر أفرز جملة من النوازل كما تسمى في المصطلح الفني الفقهي. أفرز الواقع المعاصر جملة من القضايا والنزاعات التي لم تطرح في القرون السابقة. لا أحدثكم عن السنوات، أحدثكم عن القرون. هذا أمر مخيف أبدأ به هذه المداخلة. واقع معاصر معقد أفرز الكثير من النوازل والقضايا. لماذا بدأت بهذه الرسالة؟ تحضيرا لسادتي وسيداتي لما سيأتي من بيان. فالأمر جلل والأمر صعب جدا، وأعتقد كما قال سيدي مدير شؤون دينية: خير من يتصدى لهذه الرسالة، رسالة الصلح في المجتمع، هم الأئمة المرشدات. لما؟ لسبب بسيط: هم حملة الوحي، والوحي الطاهر هو الذي عالج جميع النزاعات، لأن القائل هو الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال في سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. رسالة الثانية أيضا مخيفة. مجال الصلح نظرا لصعوبته وتعقد قضاياه قل من يتصدى له كما يجب بما يناسب قضايا العصر. لا أتحدث عن القضايا البسيطة التي تعرض أحيانا علينا جميعا، ولكن أقصد تلك القضايا المعقدة جدا التي تحتاج فعلا إلى حضور عقل، إلى استحضار للنصوص الشرعية، إلى فهم لطبيعة النفسيات والذهنيات التي يحملها أولئك الخصوم. في رسالة ثانية في المقدمة. الرسالة الثالثة: ضرورة تكاتف جهود الجميع. لما؟ أنتم تعرفون سابقا كان القاضي في القرون السابقة ما يسمى في المصطلح بالقاضي الفرد، هو الذي يستقبل القضايا طول النهار في أوقات معينة في المسجد. يعني القاضي، تصوروا معي القاضي جالسا في مجلس قضائه، يأتيه شخص تاجر
خاصم تاجرا آخر، يحل ذلك القاضي ويصدر حكمه، ثم يخرج من مجلس القاضي ويأتي شخص له قضية في الهبات، وآخر في الوصايا، آخرون في الطلاق، وهكذا. هذا هو المعروف المألوف. أما الآن لا يمكن أن نتصور ذلك. لا يمكن الاستغناء عن الاجتهاد الفردي، لا يمكن الاستغناء عن الاجتهاد الانتقائي الترجيحي، ولكن في الوقت نفسه لابد أن نبرز هذه المسألة من البداية، أن عملية الصلح تحتاج إلى تضافر جهود، عملا بقوله تعالى في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى. انتهت المقدمة. أولا الأصول الشرعية للصلح باختصار، فأمامي أئمة ومرشدات، ربما أكتفي بالإحالات فقط مع بعض التعليق على بعض النصوص. ألف: في القرآن الكريم النصوص الدالة على الصلح كثيرة جدا. أذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر قوله تعالى في سورة النساء في الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آية محكمة مستوعبة لجميع قضايا الدنيا، ومرشدة للمصلحين، وهادية للخصوم. هذه كلها موجودة في هذه الآية. قال ربي: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هو هذا يقصد باللي هذاك الخصوم لازم يطبقوا ولازم يرضاوا، الرضا الداخلي الباطني. ثم الشرط الثالث: ويسلموا تسليما، بمعنى بلا إشكال في التنفيذ، كما يسمى في دنيا القضاء. هذه آية واحدة في سورة النساء، الآية 65. إن شئتم راجعوا الآية 35 من سورة النساء، الآية 128 من سورة النساء، الآية الأولى من سورة الأنفال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، الآية 10 من سورة الحجرات. ألف. خلاص. باء: في السنة النبوية. إن أحكام السنة النبوية بالنسبة للقرآن ثلاثة أنواع. النوع الأول: الأحكام المطابقة، أي ما ورد في الكتاب تأكد في السنة. النوع الثاني: الأحكام الجديدة، أي جاء في السنة ما لم يأتي في الكتاب. النوع الثالث: الأحكام المبينة. والأحكام المبينة فيها ألف باء جيم. ألف: تخصيص العام، باء تقييد المطلق، جيم تفصيل المجمل. أكتفي بهذه الإشارات، والأحاديث كثيرة، منها حديث أبي الدرداء يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. أما جيم: في السيرة النبوية التي تترجم الوحي الطاهر كتابا وسنة، فالأدلة كثيرة. دعوني أذكر المثال المشهور حينما اقتتل أهل قباء، كما في حديث سهل بن سعد
رضي الله عنه. والحديث خرجه الإمام البخاري في كتاب الصلح، رقم الحديث 2693. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الأمر، ماذا قال وماذا فعل؟ اذهبوا بنا نصلح بينهم. لهم نروحوا مع بعض. اذهبوا بنا، وهو قدوتهم، وهو إمام المرسلين وإمام المصلحين. اذهبوا بنا نصلح بينهم. كملنا الأصول الشرعية هذه أولا. ثانيا الأصول الاجتماعية، هذه أيضا لا أطيل. مجتمعنا الجزائري معروف عبر التاريخ برجال الصلح ونساء الصلح. ومن أراد البيان والتفصيل فليقرأ سيرة أولئك الصلحاء، سيجد العجب. يتعلم آليات الصلح، فنيات الصلح، يتعلم الصبر الجميل والنفس الطويل والفهم للقضية المعروضة، ومرافقة الخصوم الذين تصالحوا، لأنهم يحتاجون فعلا إلى مرافقة من قبل أشخاص مصلحين أو من قبل هيئات. ذلك كله موجود في تاريخنا المشرق المضيء. طيب، جماعة، كلمة جماعة موجودة في القطر قاطبة، وين تروح يختلفوا زوج يقولون نجيبوا جماعة، نروحوا الجماعة، نروحوا الجامع، نروحوا للإمام، نروحوا لسيدي خليل، مختصر الفقه للشيخ خليل. كلها موجودة متداولة. وهناك محاضر مكتوبة تدل بما لا يدع مجالا للشك على حضور أولئك المصلحين ميدانيا. وكنسمعوا كلمة ثجمعث بالقبيلية، ثجمعيث. وعند إخواننا في وادي ميزاب العزابة، حلقة العزابة، من مقاصدها الصلح، من مهامها إصلاح ذات البين. كملنا. ثانيا. ثالثا الأصول القانونية للصلح. فنحن نعيش في دولة مستقلة تنظمها قوانين، وقوانين الجزائر كثيرة جدا تناغمت وانسجمت مع ما تقرر من أحكام في الكتاب والسنة وما تأصل في مجتمعنا الجزائري. أيضا أذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، نروح قانون 75 شلطة 58 المواد، المادة 439، المادة 440، المادة 443 والمادة 459. هذه المادة الأخيرة نصت على 3 أمور أساسية. الأمر الأول، بعدما بيّنت بأن عقد الصلح ينهي النزاع، بعدين واش قالت هذه المادة؟ تنص على الآتي، قال لك لازم الصلح هذا يعني يتعرض للنزاع بعد وقوعه. النقطة الثانية وهو إجراء وقائي، والوقاية خير من العلاج، توفير أسباب تفادي النزاع المحتمل. والنقطة الثالثة وهي مهمة جدا، لا بد من تنازل عند التنازع. وهذه قاعدة ذهبية من قواعد الشريعة. لا يمكن أن نتصور صلحا إلا بتنازل عند تنازع. وأفضل
ما نذكره في هذا الباب صلح الحديبية، وكيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التنازل عند التنازع، وقد فعل، فهو قدوتنا العليا. لذلك استحق هذا الصلح أن يسميه الله الفتح المبين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نروح لقانون واحد آخر، قانون 84/11 المعدل والمتمم، المادة 49. وهذه المادة حينما نطلع على القوانين الصادرة عن الفقه الإسلامي نجد مثيلاتها، نجد نظائرها، لأن القاسم المشترك بين جميع القوانين التي راجعت إلى الفقه الإسلامي واستنبطت من الفقه أحكامها لابد أن نجد الأثر، بدءا من مجلة الأحكام العدلية الصادرة عن الدولة العثمانية، ثم يأتي قانون حقوق العائلة الصادر في 1917، ثم جاءت قوانين تترى تقنن للفقه الإسلامي في مجالات عدة متكاملة أذكرها بلا تفصيل. القانون 1923 قانون مهم، قانون 1943، قانون 1946، قانون 1951 في الأردن، قانون 1959 بالعراق، قانون 1956 بتونس تسمى مجلة الأحوال الشخصية، قانون 1957 بالمغرب تسمى مدونة الأحوال الشخصية، ثم في التعديل الجديد غيرت الاسم فصارت تسمى بمدونة الأسرة، ثم في الجزائر في 84، وهكذا. نترصد قيم الصلح في هذه المواد. على سبيل المثال قانون 84/11 المادة 49، القانون الموريتاني في المادة 83، القانون المغربي أي مدونة الأسرة المادة 82، مجلة الأحوال الشخصية التونسية الفصل، المصطلح مهم، هم ما يقولوش المواد، يقولوا فصل، الفصل 25 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية. لماذا ذكرتها؟ قصدا واحد كيرجع لها يلقى بعض الخصوصيات فتتكامل هذه القوانين، وكأنني أقول للبرلمانات في الأمة الإسلامية اقرأوا هذه القوانين وخذوا الخير حيث كان، فالحكمة ضالة المؤمن. كاين قانون في الجزائر، أعود مرة أخرى الجزائر، قانون 08/09 المادة 900، والقوانين كثيرة. هاي كملنا ثالثا، أولا الأصول الشرعية، ثانيا الأصول الاجتماعية، ثالثا الأصول القانونية، رابعا مواصفات المصلح. هذا الخير كامل يحتاج إلى خدمة. ما هي المواصفات اللي مطلوبة في رجل الصلح أو في امرأة الصلح ليطبق تلك النصوص التي ذكرنا بعضا منها؟ عدة مواصفات. الصفة الأولى الإيمان بنبل الرسالة، لازم هو يعرف بلي هذه رسالة، اللي ما يعرفش لا يمكن إطلاقا. الإيمان بنبل رسالة الصلح أذكرها بلا شرح، هي واحد. الصفة الثانية ما هي؟ هي القدرة على التضحية بنقطتين:
ألف بالجهد. الصلح ما تقدرش تقيدو بمدة معينة، ما تقدرش تقول يلا نفريو القضية هذه في ساعة. ممكن تفري القضية في 10 ساعات، ممكن في نهار كامل، ممكن في يومين، ممكن في 20 يوم، ممكن في شهر، ممكن في سنة. فبالتالي إذن هذه من الأعمال التي لا تنتهي بسهولة، تنتهي يوم يتحقق الغرض. ممكن في دقائق معدودات، وإخواني الأئمة أكيد جربوا في حياتهم نماذج من هذه. قد يأتي النزاع إليه أو إليك، وبعدين بعد لحظات ربي يفريها والحمد لله. ولكن لازم من البداية التحضير النفسي العقلي لذلك. هذا شرط ثاني. التضحية كما قلت، ألف بالجهد، باء بالمال، لأن هناك قضايا لا تحل إلا بالأموال، لا يمكن. وكي نقول الجهد فيه كل شيء، الجهد العضلي والجهد العقلي والجهد المتعلق بالوقت يعني إلى آخره، التضحية بالوقت وهكذا، بل ما نطول في هذه الأمور. هذا الصفة الثانية. الصفة الثالثة في الحقيقة نقدر نسموها أخلاق لازمة. أخلاق لازمة للصلح، أخلاق لازمة هكذا يعني، باش نختصر الكلام، باش ما نطولش معكم، نخليو المجال للنقاش أفضل. أخلاق لازمة. من هذه الأخلاق الحلم. قد يأتي ذلك الخصم ينسى خصمه ويتوجه إليك مباشرة، وما جايين المجلس نتاعك، وممكن هذاك الخصم الثاني يزيد يقول له عنده الحق، حتعمل ايه؟ معناها درك الانسان لازم واحد هكذا. هذا هو الشعب، هذا اللي كاين، قدروش، هذا اللي كاين. لذلك الحلم صفة لازمة، الصبر صفة لازمة، طول النفس صفة لازمة، عدم الاستجابة للاستفزازات. هناك بعض التقارب بين هذه الصفات، استفزازات لبروفوكاسيون ما كانش، وأشياء أخرى. كاين شرط آخر، نخليو الجانب الأخلاقي معروف. الشرط رقم 4 إيه هو؟ هو المعرفة الكافية للنزاع المعروض. لازم تكون معرفة، لازم تكون معرفة. لو كان ما تكونش معرفة ثاني مشكلة. قد يطرح على المصلح نزاع هو لا يعرفه، فبالتالي إذن كيف يحل هذا الإشكال؟ هو لا يعرفه. قلت لكم في المقدمة سادتي بأن الواقع أفرز قضايا جديدة معقدة. يعني ماشي قال واحد أعطاه ثوب لواحد آخر وبعدين بدلوا اللون، يروح القاضي يقول أعطيت له الثوب مثلا أحمر، هو رجعوا لي أسود. وبعدين القاضي يشوف العرف، هل السواد قيمة إضافية يعني تعطي له قيمة زيادة ولا تنقص له؟ يعني مسائل، يعني هناك مسائل طرحت سابقا، مسائل في غاية البساطة، ولكن الحمد لله أولئك القضاة مع نذكرهم بكل خير ونترحم عليهم. عملا بصورة الحشر في الآية 10: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولكن لكل وقت رجال. قد قال ربنا في آية القرآن: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن المعرفة هذه مطلوبة. كي يكون قضية، مثلا نعطيكم مثال، قضية في الوصية مثلا، تستامون. أولا غير حضر روحك، كي يجي واحد يسقسيك أحيانا يقول لك عندي مشكلة تاع الحبوس، ما تمنوش من البداية، غير مثلا قول له اعطيني وقت. كي تشوف الكارت تلقى ماشي حبوس، هو وصية، تستامون. وبعدين
واحد اخر يقول لك عندي تيستامون تيستامون، كي تلقى حبوس وقف، تلقاه بالك هبه دوناسيون. لذلك لا بد من التدقيق. سوف اتي في النقطه الاخيره الى الجانب التطبيقي. يلا في هذه مثلا لازم الانسان يستوعب احكام الوصيه. يلا ما هي احكام الوصيه؟ نبداو بسوره النساء الايه 11. ربي يهضر على الوصيه صح، من بعد وصيه ذكرت الوصيه قبل الدين، ولكن بما نبدا بالدين قبل الوصيه، كما قال علي بن ابي طالب بدانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصيه. وهنا المراد مطلق الجمع ولا يراد الترتيب، إنما رب سبحانه ذكر الوصية للفت الانتباه من أجل الاهتمام بها، لأن الذي يطلبها لا يستطيع أن يطلبها لأنها تبرع تراخت آثاره إلى ما بعد وفاة الموصي. ولكن الدين صاحب الدين يطالب به بكل قوة، فيحضر إلى الوارث يقول لهم حبسوا ما تقسموش الميراث حتى أخذ حقي، خطر دين. ولكن مسكين هذاك المستفيد من الوصية خطوة لقدام وعشرة للور. شكون اللي دار له الثبات؟ الآية. وثاني الورثة باش ربي سبحانه يقول ما تنساوش تنفيذ الوصايا، لا تركة إلا بعد سداد الديون. ولكن أرجو قرينا آية القرآن في سورة النساء، وتكررت الآية بصيغ تعرفونها في سورة النساء. نروح للسنة. يلا الحديث الذي نستدعيه الآن هو الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي، رقم الحديث 2121. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، كاين اللام لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. نروح الحديث واحد آخر، إن الله أعطى، ما كانش قد، إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا ماشي فلا ولا وصية لوارث. نروح الرواية أخرى راهي في مسند الإمام أحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فليس لوارث وصية، هكذا فليس لوارث وصية. ثم نأتي إلى حديث آخر رواه الإمام الدارقطني، ماذا يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة. ونأتي إلى حديث آخر، إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعمالكم زيادة في أعمالكم فضعوه حيث شئتم. الرسالة حبيت نقولها لكم، لازم تتواصل مع جميع النصوص. استحضار النصوص كاملة أمر ضروري، وإلا لن تستنبط الحكم السليم. ما قلناه في الشريعة نقوله في القانون. يلا قانون 84/11 المعدل المتم بالأمر 0.5/2 المادة 202 وما بعدها، هذه المواد كلها تجي. خاطر يقدر يقول ممكن تفريق قضية أنت أو أنت وتخالف القانون، وبعدين راك عطيت فرصة لهذاك الخصم يولي اللور، صح؟ هو راه على السبة بغى يندم، كما نقول بالجزائرية بغى يدور، وكان هناك من يدور، يعني يدور ما يطبقش، ويتلاقى معك شي واحد جوريست قانوني يقول تيان كيفاش واش دار المصلح هذاك كذا وكذا، راه خالف القانون، ارفع دعوى للمحكمة وتربحوا كلش. وحتى هذا المحضر تنعدم قيمته في نظر القاضي، لما؟ لأنه خالف القانون وإن كان وافق الشريعة. هذه حالات قد تقع وقد جاء بعدها كي يكون فعل المضارع أداة تشكيك أو تقليل، ولكن هناك أيضا قضايا قد وقعت بعدها فعل ماض أداة تحقيق حقيقة مشكلة. لذلك من البداية إتقان العمل مطلوب. علاه؟ باش المصلح ما يفشلش وإلا يتعب، يقول كيف أنا تعبت ودرت كذا وكذا وبعدين رحت للمحكمة خلاص بطلت. وهناك من المصلحين من بطل بالدرجة كعيد
ولا يقولها باللغه هذه تاع الشباب نتاع درك، يقول لك سي بون خلاص وكيفاه تمرمد مع هذا ومن بعد يروح لك المحكمه. اذا يا جماعه الخير هذا شرط مهم جدا، موضوع المعرفه هذه مطلوبه. اكتفي بهذا. صافي قلنا اولا الاصول الشرعيه، ثانيا الاصول الاجتماعيه، ثالثا الاصول القانونيه، رابعا مواصفات المصلح، الان خامسا واخيرا مراحل الصلح. يمكن اختزالها فيما يلي: ألف، مرحلة استقبال النزاع، ماشي استقبال الضيف، استقبال النزاع. جات المشكلة، والنزاع قد يأتي من مصادر عدة. المصدر الأول هم الخصوم، هم اللي يتفاهموا، يقول لك والله غادي نروحوا لرجل الصلح باش يفري لنا المشكلة تاعنا، هذا وارد. المصدر الثاني هو لجان الصلح التي تبادر إلى الصلح، أو رجال الصلح الذين يبادرون. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث سهل بن سعد، أخبر جاءه الخبر. وعلى بالكم النزاع هذا كيما النار، تشعلت النار نروحوا نطفيوها، ماشي حتى ينطق مول الدار يقول يا جماعة الخير النار شعلت في الدار أروح تطفيوها. لا، شفنا النار لازم ندخلوا. هذه من السلوكات اللي كانوا يديروها الأجداد. درك شوية صعبة. كاين اللي يقول لك أنا ما ندخلش أنايا، قالوا كان نروح ندخل، بعد يقول واش دخلك؟ خاطر عندنا واش دخلك. هذه تمنع الكثير من المبادرات الخيرة. مي رجل الصلح لابد أن يبادر، في النهاية ما خسر ولا شيء، حتى ولو رفض، حتى ولو رد، لابد أن يبادر، لأن البدار. وأحيانا يأتي هذا النزاع عن طريق القضاء، والحمد لله هناك تعاون مثمر بين رجال الصلح ورجال القضاء في بعض مناطق البلاد. أسأل الله أن يكون هذا الخلق عاما ومتوارثا. اش حبيت نقول؟ كاين قضاة هما اللي يقولوا للخصوم روحوا للإمام، روحوا للمصلحين باش يفريوا لكم القضية هذه. إذن قد يكون القضاء هو مصدر من مصادر وصول هذه النزاعات، خاصة بعدما صدرت قوانين في الجزائر، ذكرت بعضا منها، خاصة القانون رقم 0809. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ما هي؟ مرحلة النظر في النزاع. هذه تحتاج إلى دورة كاملة طول النهار. النقطة هذه تحتاج طول النهار، على خطر تقنية بزاف، لازم الوسائل، ولازم أيضا أمر آخر أنه نجيبوا النصوص، نجيبوا كلش، نخدموا معها. مرحلة النظر في النزاع أكتفي ببعض الإشارات، ونؤجل تفاصيل هذه النقطة إلى وقت آخر إن شاء الله وقدر. النقطة الأولى في النظر، لابد من استقبال الملفات أو الوثائق والعقود. أول حاجة تقول للخصوم: هل ترى النزاع نتاعكم عندكم كواغط؟ جيب الكواغط. حذاري تؤخر هذه النقطة، لا، خاطر ممكن أنت تناقض نفسك حينما تطلع على الوثيقة. ابدأ من الاطلاع على الوثائق. لماذا؟ لفحصها، فحص الوثائق المقدمة من الخصوم. استخدمت كلمة فحص، تفوتها في سكانير. وين تعرف؟ الله يبارك. وين ما تعرف شوف اللي يعرف. كذا هذا الكارت. أولا، هل هو صحيح؟ هناك طرق للتأكد من صحة الوثيقة. هما شاع بين الناس، يقول لك الثقة في الوثيقة.
ولكن تكون الثقة في الوثيقة إذا كانت الوثيقة حاملة للحقيقة، لأن الوثيقة قد تخالف الحقيقة، وإذا تعارضت الوثيقة مع الحقيقة فالأولى بالاعتبار الحقيقة للوثيقة، فلا توحدها. الفحص هذا للوثائق مهم. نقطة أخرى في النظر اللي هو الاستماع إلى الخصوم. كل واحد يهدر، يتكلم بساعة، ماشي ساعة بساعة، أعطي له وقت يهدر. أنت حاول ترشده، خاطر ممكن يحكي لك حكاية باش يقول لك 4 ساعات، ممكن ياخذ معك 40 ساعة 4 ساعات. هناك لطائف، ربما في فرصة أخرى أروي لكم بعض اللطائف. تلقى واحد النزاع صار في 2016، هو يرجع إلى قبل ميلاده، نهار اللي مات جدو في 1921، بدا يحكي من ثم. هو واش يقول؟ باش يجيب برك الأحقاد برك، لازم تكون بسيكولوج حقيقة. هو لماذا حكى حكاية جدو؟ باش يجيب واحد الحاجة اسمها الحقد، يجيبو يحتاج إليه في تبرير موقفه. أنا عاميه هو اللي دار مشكلة، مي باش يدافع على روحه يجيب واحد الحقد قديم. إذا أنت لازم تكون شاطر هنا، قل له ما تقوله فيما ينفع، هل يخدم القضية إيجابيا؟ موضوع الأحقاد وكذا هذه بعد ما تفرى، وبعدين كاين مجلس وعظ وإرشاد وكذا إلى آخره، خدمة. إذا المسألة الاستماع الخصوم لازم. النقطة الثالثة في النظر، كي تسمع لهم أعطي لهم وقت في زوج، ماشي واحد يحكي براحته والآخر تقاطعه تقول برك على بالي واش تقول. حذاري، الأخطاء هذه مش مقبولة. كون دير مرة غلطة يحكموا عليك، وكي يحكموا عليك من بعد خلاص تاين، سير عصر روحك. أنت شوف كيفاش تكون إيجابيا. سورتو الآن في هذا الزمان كاين أحكام مسبقة، كاين الظلم، والظلم أشكال وألوان. يلا حاجة أخرى في النظر، لابد من الاستماع إلى الشهود. هنعميه ربنا قال فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الاستماع إلى الشهود، استمع إلى الشهود في غياب الخصوم، وأحيانا بحضور الخصوم. هذا ما يسمى في الشريعة بفقه الحالة. ثم دائما في النظر لابد من الاستعانة بالخبراء، ليزيكسبير. وانت تقول لهم انا مع الصلح، ولا انتم كمجموعه، لان الصلح قد يؤدى فرديا وقد يؤدى في شكل هيئه او جماعات. لماذا تستعين بالخبراء؟ ربي هو اللي قال، ربي قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واهل الذكر هم اهل الاختصاص. اذا كان النزاع استثماريا تجاريا، داروا عقد استثماري كبير، وداروا مثلا واحد جزائري مع واحد تونسي، داروا عقد استثماري في المغرب، وصاروا النشاط التجاري كان في مثلا في السعودية، وداروا النزاع في الكويت. هذه كامل ممكن تحصل. شكون يواجه هذه؟ تواجه بواحد القواعد في غاية الدقة والضبط. والآن قننت في القانون، الموديول هذا المادة اسمها القانون الدولي الخاص. وحينما يثار ما يسمى بالتنازع، قواعد التنازع، قد يكون التنازع إيجابيا قد يكون سلبيا. كيف ذلك؟ التنازع الإيجابي ممكن كل واحد يقول لك نطبق القانون تاعنا. التنازع السلبي ممكن تلقى كل واحد يقول لك ما نطبقوش القانون تاعنا، فتبقى القضية هكذا بلا قانون. المهم هذه مسائل أيضا فنية الآن، وربي قال في القرآن أيضا فاسأل به خبيرا. أما بالنسبة للقانون، راجع القانون رقم 0809 المادة 125 126 127
128. وما بعدها، بعد هذيك نحتاجها فيما يخص رد الخبراء، وكاين تفاصيل دقيقة جدا سيأتي البيان في الوقت المناسب، ونرد على بعض انشغالاتكم بعد حين. الخاتمة. خاتمة فيها أيضا جملة من الرسائل. الرسالة الأولى: لا بد من التكوين المؤهل للنظر في قضايا النزاع المعاصرة. لابد. هو القاعدة تعرفها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القاعدة الثانية: لا بد من المساجد، لا بد، يجب على المساجد أن تؤدي دورها الإصلاحي، سواء في الجانب الوقائي أو في الجانب العلاجي. طبعا مساجدنا تؤدي دورها، لا ننكر ذلك، ولكن من باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. من باب قوله تعالى: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهل من مزيد؟ أحب المزيد أكثر. 3: لا بد من تضافر جهود المصلحين والمصلحات، لازم نتعاونوا لنتمثل جميعا قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وأخيرا أقول لسادتي وسيداتي الأفاضل والفضليات ما قال ربنا في سورة التوبة في الآية 105: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم.